هو الرزق بالنسبة لك كله فلوس بس؟ كله عبارة عن ان انت بتكسب فلوس مادية؟ رزقك بالنسبة لك او كل اللي هيجي لك عبارة عن عربية وايفون ومستواك المعيشة هيكون عامل ازاي؟ هو ده الرزق؟ يا اهلا بيكم، عاملين ايه؟ بقالي فترة طويلة يعني منشغل وبفكر في موضوع الرزق، وان ليه في ناس بتبقى رزقها عالي جدا مع انها ما سعتش ليه، وفي ناس تانية بتسعى قدهم 100 مرة وما بياخدوش نص الرزق بتاعهم. ليه انا شخصيا بعد كل الحاجات اللي انا مريت بيها دي، اللي هبقى اعرف نفسي فيها باذن الله في مرة تانية، بعد كل الحاجات اللي انا عملتها دي لحد دلوقتي لسه ما وصلتش للنقطة او الرزق اللي انا مستنيه. ووقع قدامي البودكاست بتاع وعي. بودكاست وعي اللي ما يعرفوش هو واحد من احسن واجمد البودكاستات اللي ممكن تسمعها في حياتك. ما بين ان هو بيشمل لك ان هم 3 شباب بيتكلموا معاك وبيحسوك فعلا ان هم بيتكلموا معاك انت شخصيا، بالاضافه لده ان هم بيتكلموا في الدين وبيعرفوك مصطلحات وبيعرفوك حاجات كتير قوي في دينك. انا متاكد ان انت حتى لو عارفها انت محتاج ان انت تعيد النظر فيها مره تانية. الحلقه اللي كانوا بيتكلموا فيها وكانوا جايبين فيها عن الرزق كانت كلها متمحوره على حته انت عايز رزقك يكون عامل ازاي. انت المشكله ان انت مش بتدور على الرزق على انه الرزق، لا انت بتدور على الرزق اللي انت مستنيه. والفكره هنا برضو بتبقى دايره على انك انت ما بتبقاش مثلا مستني ان انت هتاكل او هتشرب، لا هو انت متاكد ان انت هتاكل وهتشرب وهتنام وهتلبس، الحاجات دي كلها مسلمات، انت متاكد واثق مليون في الميه ان الحاجات دي هتجيلك. بس الفكره ان انا عايز اكل، لا مش عايز اكل اي اكل، انا عايز اكل ستيك. انا عايز عربيه، لا بس ثانيه مش اي عربيه، انا عايز بي ام. انا عايز اقعد في بيت وعايز اتلم مع اسره، لا انا مش عايز معاهم في اي بيت، انا عايز في كومباوند كذا كذا في فيلا كذا كذا. الفكره كلها ان احنا مصعبين الدنيا على نفسنا. انت عايز رزقك، انت عايز ترسمه بالطريقه اللي انت عايزها، عايز تظبطه على قدك بالظبط، عايز تمد لحافك على قدك بالظبط. طيب ليه احنا كبشر، ليه كلنا بنبقى مستنيين حاجه معينه هي دي اللي احنا مستنيينها وهي دي اللي احنا بنسميها لنفسنا ان ده الرزق؟ لان هي دي اللعبه اللي شاطر فيها قوي الشيطان. الشيطان بيبقى مسك كل النعم اللي ربنا مديها لك، منسيك ان انت عندك اهلك، ان انت عندك زوجة، ان انت صحتك كويسة، ان انت بتصلي، ان انت بتحفظ قرآن، ان انت عندك ورد يومي، ايا كان الرزق اللي ربنا مديهولك. الشيطان بيبدأ يلعب عليك ان الرزق ده لا مش هو ده. طب ما انت بتصلي، طب ما في كتير بيصلوا، انت عندك اهل، طب ما الناس كلها عندها اهل، انت متجوز واحدة كويسة، ما الناس كلها متجوزة، طب ما انت عندك عيال، كل الناس مخلفة. بيبدأ ينسيك النعم التانية. بمعنى انت دلوقتي لو عندك واحد صاحبك انتوا الاتنين متجوزين، اهلكم ربنا يديم صحتهم موجودين، وعندك عيالك ربنا يحفظهم لك، الدنيا بتاعتكم انتوا الاتنين متساوي شغالين نفس الشغل، بس الفرق ان انت مثلا معاك عربيه فيرنا وهو مثلا مع مرسيدس. فتيجي هنا اللي هو لا طب ما انا ماشي، انا كده كل النعم اللي عندي دي ببدا ان انا انساها واتجاهلها وابدا ابص بقى، طب ما هو عنده مرسيدس، طب ما انا عايز زيها، هو احسن مني في ايه؟ وابدا بقى ان انا اشغل نفسي وابقى مستني ان انا يبقى عندي عربيه زي اللي عنده او اعلى، علشان ابدا ان اقول ان انا كده ربنا رزقني وان انا عندي رزق معين. وهنا برضو اتكلموا في حتة ان لا يملأ جوف ابن ادم الا التراب. 100%، يعني حرفيا هو الكلمتين اللي قالهم دكتور شريف دول بالفيديو كله خلصوا كله حرفيا في جملة ديت. طرح برضو دكتور شريف عليهم ان احنا نحاول ان احنا نوازن بين حبنا ورغبتنا في الدنيا وحبنا ورغبتنا في الاخرة، او ان احنا مستنين ان لا عيش الا عيش الاخرة. جه دكتور احمد قال له لا، هو مفيش حاجه اسمها كده، احنا عايشين في الدنيا، مش هتعرف تمنع نفسك ولا تمنع رغباتك في ان انت عايز الدنيا. حته ان انت عايز الدنيا وعايز الاخره عندنا كلنا، بس ان انت توازن ما بينهم ده مستحيل. انت طول ما انت ما في الدنيا هتبقى نسبتك اعلى للدنيا الا من رحم ربي. اهم حاجه ان اللي انا قلته ده كله كان يعني يعتبر بريف صغير عن البودكاست الطويل اللي لازم تسمعه. هيفرق معاك في حاجات كتير قوي، وهيفرق جدا جدا في مفهومك وفي وجهة نظرك وفي اللي انت شايفه بالنسبة اللي ربنا بيديهولك برزقك، او انت ربنا مديك ايه ومدي لغيرك ايه، وان انت تبدأ تبص لنفسك الرزق اللي عندك ده عند مين تاني، وان انت مش مستني حاجة معينة عشان تقول على نفسك ان انت عندك الرزق ده. وبس لحد هنا كده هنكون خلصنا الفيديو الحالي. هنزل لكم طبعا اللينك بتاع البودكاست ده تحت في الديسكريبشن. مستني منكم بس لايك وسبسكرايب، وبس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.